بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، طبعا نتكلم على اللي يقولوا الفساد موجود في البلاد من المشاهير الذي يسبروا فتن وتهمان البلاد من دون ما هي موجودة، ومن دون ما هي موجودة، وبهو على أولادكم وبهو مثل ما تدين تدان، مثل ما تدين تدان، يعني مثل ما هو متلهب على حق الناس بالشر أو بالشهوة الذي هي غضب الله تعالى، فعندما هو متلهف عليه وهذا كل حاجة فيرجع يطلع مقطع فيديو ويقول أبوه أولادكم وأبوه. وطبعا أكثر البلاد بسبب الفقر، الذي مثلا من العيال ما بش معيشة يزوج، يدور له حاجة بلادنا، بس بلادنا الحمد لله مستوى. أو مثلا من النساء والبنات أو شيء ما بش معه مصدر رزق أو راتب، لأنه العلمنة قرر في بيوتك وهو ما يديش حقوقه، الحكومة ضايعه ما بش حقوق له. بسبب هذا تدور الخبر والعلم. ليش ما تقروا أنت عندما تحصل الموقف بموقف صعب تبحث تسأل ايش الذي وصلش لهذا الموصل؟ مثلا هذا لو عندك انت فساد، ما احنا والله ما قصرنا حاجة، عندك تبصر الفساد غيره. طبق الحديث الذي إذا رأيت منكرا فغيره، أول شيء بيدك وبعده بقلبك وبعده بلفظك وبعده بقلبك، إذا ما قدرتش وما لك استطاعة. مش تعمل نفسك وتشتري الشهر ولا التلفونات هذا العصر هذا اللي احنا به له حلول على كل من معه تلفون أو بناته أو أولاده أو شد يتواصل اليوم ويربط الروابط ويعرف يكتشفهم في التلفون، مراقبة عليهم بالتلفون. هذا إله إيش يراقب بعد الله، بس إعطاهم اليقين إن الله تعالى سريع الحساب، وإن الله تعالى بيعاقب الذي يمشي بالمشي الذي لا يرضي الله ولا اتباع محمد بن عبد الله. اتقوا الله بما تتكلموا، لا تطلعوا فضايح على البلاد، والبلاد ليس ناقصه بما تتكلموا إطلاقيا. واسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد وأهله. والسلام عليكم.